السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه التحضير على البلوز. كنحتاجو فيه 500 غرام ديال السميده غليظه. خاص السميده تكون ضروري غليظه باش تنجح لينا هاد البلوز. عندنا 200 غرام سنيده، 125 غرام ديال الزبده ذوبناها. كناخذوا شي اناء كنديروا فيه السميده الغليظه، كنزيد عليه السنيده او السكر وكنخلط مزيان. كنزيد الزبده نحركو مزيان. الاحسن نستخدموا ايدينا، غادي ندوزوها بين ايدينا بحال هكا، نديرو كسكسو كنحكوها بين ايدينا. هاد المرحله هذه غادي نخليوها ترتاح تقريبا ساعه باش كندوزو للمرحله الثانيه. كنخليو السميده ترتاح وكندوزو نوجدو السيروب باش هو نخليوه حتى يبرد مزيان، ما خصناش نديروه هو سخون. عندنا هنا اطرو ديال الماء، عندنا 400 غرام ديال السنيده، عندنا نص عصير ديال الحامضه وجوج معالق كبار ديال ماء الزهر. غادي نديرو السكر، نزيدو عليه ماء الزهر وعصير الحامض ونديروهم فوق البوطه ونحركوهم. نخليهم واحد 15 دقيقه تقريبا، المهم حتى يبانوا لينا واحد الفقاعات تيبانوا كتار عاد باش صافي. دابا فاش تيكونوا لينا الفقاعات تنلاحظوا لتحت تيكونوا فقاعات كتار، كنطفيو عليه وكنخليوه يبرد وندوزو نوجدو على البلوز. خليناه يرتاح واحد الساعه. دابا غادي نزيد عليه، عندنا 125 مليلتر خليط ما بين ماء الزهر والماء العادي، تقريبا 60 مليلتر ديال ماء الزهر، واللي بقى كنزيدوه الماء. دابا كنخلطوه كنحاول منجمعوش غير نفرطو به. ما نوركش عليه بايدي باش كامل يتجمع، غير بالاصابع ديالي نعجنوه. غادي ناخذ لاطه فيها تقريبا 25 سنتيمتر في العرض و30 سنتيمتر في الطول، ودهنتها بالزبده. دابا كناخذ غير بشويه وكنرشو. حتى كنخوي الخليط ديالي كله في اللاطه، كنسرحو مزيان، ندخل في الجناب غير بالصباع ديالي، ما خصنيش نورك بزاف. دابا كنبدا نورك بشويه هكا باش تجي السطح ديالها هاد شويه. كناخذ موس وكنطراسي بيه القطع ديال البلوز اللي بغيناه. كندير على شكل مربعات او ممكن ديروا على شكل معينات. وغادي نزين بحبات ديال اللوز. من بعد خصنا نكونوا قبل دايرين فراني سخون على درجه
200 درجه، وندخلوها ونخليوها تقريبا ساعه حتى كتحمر، كتاخذ واحد اللون زوين ذهبي فونسي. عاد كنخرجوها باش نسقيوها بالسيرو اللي سبق لينا حضرناه، وخصو يكون بارد. قلب اللوز طاب، خليته حتى تحمر مزيان من الفوق. دابا خصو يكون باقي سخون والسيرو يكون بارد، ونبدا نسقي. غادي نخليوها حتى تشرب هاد السيرو ونعاودو نسقيوها. درت نص الكميه تقريبا ديال السيرو. دابا طفينا على الفران ولكن باقي سخون، غادي ندخل ليه هاد قلب اللوز حتى كتبان لينا نشفات، وكنخرجوها ونزيدو السيرو اللي تبقى لينا. كيف كنلاحظوا نشفات مزيان. دابا كنزيدو الكميه اللي بقات لينا ديال السيرو وكنخليوها تنشف مره اخرى. كنتمنى طريقتي في تحضير قلب اللوز تعجبكم وتكون سهله. غادي نوريكم كيف كتجي. كيف كتلاحظوا كتجي رطبه بزاف. كنتمنى تعجبكم وبصحه والراحه. ولا الاشاره انني راه ما درتش السيرو كامل، شاط لي منه. ممكن انكم ديروه كامل، ولكن الا درتوه كامل غادي تجي شويه جاريه اكثر. من الاحسن تكتفيو غير بنص الكميه اكثر من نص شويه.